فراخ بسم الله ما شاء الله يا جماعة، تبارك الرحمن. اهو فراخ بسم الله ما شاء الله بياضة، اللهم بارك اللهم بارك. والصلاة والسلام على رسول الله، اذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيع محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا روتين جديد عند الطيور، طبعا من بقالي فترة. بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين معانا الديكور الرومي البلدي ومع الفرخة بتاعته، اللهم بارك يا رب. تمام بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا يا جماعة الفرخة السودا دي هندي، والفرخة البيضاء اللي هناك دي هندي، اللهم بارك. طبعا هي كده بتكلني يا جماعة، عاوزة ترقد بس هو طبعا ما فيش بيض. طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا الدكر ده يا جماعة جديد معانا، الدكر الاحمر ده اللهم بارك، طبعا لسه بيجدد ريش يا جماعة، اللهم بارك. ومعانا الدكر البلدي ده الاسود ده ما شاء الله، ده خليط مسكوفي، اللهم بارك يا رب. تمام ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك، خليط مسكوفي. تمام. ومعانا هنا جوز الحمام دول. طبعا السطح يا جماعة كل ما نكنس يتبهدل، كل ما نكنس يتبهدل. طبعا احنا مجهزين بقى الخنان هنا للفراخ تبيض فيها. تمام اللهم صل على النبي. مجهزين هنا للبط، ان البط خلاص يا جماعة بيجدد ريش، وخلاص بدأ ان هو يقفل، فخلاص على البيض على تكة البيضة خلاص بسم الله ما شاء الله يعني. تمام. عندنا هنا حاطين له طماطم بقى على عيش دش، على يعني على كذا حاجة يا جماعة. تمام. وهنا طبعا السلاكة بقى بتاعتنا الدورين، طبعا فينا حمام، الحمام ده كده ولا كده ماشي يا جماعة، مش تبعنا. تمام. والمكان ده هيتنضف هيتروق فوق وتحت، وهيتحط فيه حاجات تانية، والسلاكة دي هتيجي كده. تمام. طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة اللي عنده ديك هندي يا ريت يكلمني ان انا محتاج ديك هندي ضروري. تمام. للفرخة السودا دي والفرخة البيضا دي، ان كلهم يا جماعة يعني راكين على بيض، بس ان ما معهمش ديك. تمام زي ما انتم شايفين. طبعا بقى احنا هنا برضو في الشتاء، فبرضو حاطط لهم هنا يعني بدأنا ان احنا ندخل في الشتاء، فحاطط لهم هنا جردل المية، وهنا جردل المية، وهنا جردل المية، بس طبعا المية دي معكر عشان فيها علاج. تمام زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. وعندنا البطارية دي راقدة يا جماعة، بس راقدة على بيض فاضي بسبب ان الدكورة ما كانتش معاها، وهي باضت وانا ما كنتش اعرف. تمام. وانا اتفاجئت بحاجة بتسكسك على رقات، فطبعا جيت دخلت وببص لقيتها طبعا راقدة، وكانت بايضة عدد بيض محترم وكتير كمان يا جماعة، كانت داخلة في ال15 بيضة، وطبعا راقدة، فطبعا كلهم طلعوا فاضيين، فربنا يخلف علينا يا رب. طبعا المرشدة قوامة دلوقتي مستنيها شوية لحد ما الدكورة بتاعتنا تبدأ ان هي تطرق، اروح مطلع لهم. نيجي كده في الحتة اللي من ورا دي. طبعا مجهزين بقى هنا كاوتش، ده كاوتش قديم يا جماعة، احنا مجهزينه اللهم صل على النبي للوز. طبعا مجهزين هنا يا جماعة للوز خن واحد. تمام لحد ما نشوف انهي ازاي اللي هتبيض. تمام. دي الحاجة التانية بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. طبعا عندنا السلاكة دي بتاعت الارنب يا جماعة، والسلاكة الكبيرة دي. تمام. طبعا احنا جايين لنا ذكر وانتاية ما شاء الله، يعني نوعهم جميل ونضيف. تمام. متفق عليهم عند حد هيجيبهم لي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ربنا يا رب يرزقه الخير. فطبعا بقى جايب لي دي، طبعا انا جايب دي وجايب دي، فان شاء الله هناخد من هنا باذن الله الولاده ونحطهم هنا تحضير باذن الله. تمام. وطبعا الوز مش اكيد الوز مش هيبقى تحت، ان ايه ان لسه الوز ما بطش. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الوز يا جماعه، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. طبعا الوز ده يا جماعة خلاص قرب يبيض، بس طبعا نار يا جماعة. طبعا هو كده واقف ساكت، بس طبعا كان عمال يزعل من بدري. هتقولي لي دول ايه؟ دول يا جماعة دكرين وجزء ناتي، دكرين وجزء ناتي. تمام. الابيض ده دكر، والرصاصي الاولاني ده دكر، والاتنين اللي في النص دول جزء ناتي. اهم بسم الله ما شاء الله. طبعا الرومي حب القعدة هنا. تمام. يعني اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا انا اتخميت فيهم كذا مره يا جماعه بسبب الانتاج اللي هي اللي هناك دي،
بسبب عينيها وبسبب ان محارتها نازله، فافتكرت ان هي بتبيض هنا، فدخلت وبصيت ما لقيتهاش ان هي باضت لسه. فانا طبعا بعدل ان هم يبيضوا قدامنا بقى، عشان هنا الجو طبعا زي ما انتم شايفين مفيش اي تغطيه خالص في القضا دي، وهم مش عارف هم متعلقين لا في القضا دي طبعا قلبة الوز. طبعا يا جماعه هنشوف تحريش الدكر الوز ازاي. تحريش دكر الوز حاجتين، توم وفلفل، تمام، بس مش كتير يا جماعه، ان الوز اصلا سخن، تمام، فما ينفعش يا جماعه ان انا اديله زياده عن حقه. يعني ما اروحش اجيب 7 قرون فلفل بتاع ده، 7 قرون توم وقرنين فلفل كبار واروح مديهم له. دكر الوز يا جماعه هيسخن منه وهيموت، تمام، وهيفطس. هما لا، فصان توم على حتتين قرن فلفل واروح مبلعهم للدكر، تمام. والانتايه هنكشف اذا كان فيها محاره ولا لا، اذا كان فيها اللهم صل على النبي خنزيره ولا لا. الخنزيره دي يا جماعه بتبقى على الظهر من ورا، تمام. طبعا بسبب رقود يعني الوزايه دي بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين الوز هو لسه معباش اصلا. الوز ده يا جماعه معايا مش هيشتغل الا الشهر الجاي او اللي بعديه، تمام، بسبب ان هم لسه مجددين الريش. يعني انتوا شايفين لسه الوز معباش اصلا خالص. بس طبعا دول واقفين. طبعا انا كان في وز تاني جاي لي، بس انا ما رضيتش اجيب وز تاني يا جماعه، قلت انا احمد ربنا على دول، تمام. مفيش خالص، الوز مش راضي لسه يشتغل. فطبعا احنا لسه بنجهز له المكان، تمام. وعندك الرومي اهو. طبعا الروميه دي شغاله يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن اهو. شايفين الوز، شايفين الوز جاي ورايا عشان نطلع عشان هو يستحمى. طبعا البطاريه دي عندها السل بقالها 3 سنين، زي ما انتم شايفين اهو. الوز بسم الله ما شاء الله، شايفين. انا ما كنتش والله يا جماعه كنت بحب تربيه الوز، بس هو حد بقى خلاني اللي انا اربيه ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. طبعا بقى ندخل بقى هنا بقى على الطيور هنا. طبعا هم خلاص كده. طبعا بقى كده المفروض ان هم يبيتوا. شايفين الذكر الاحمر ده يا جماعه. طبعا الذكر الاحمر ده يا جماعه متبهدل شويه بسبب ان هو اللهم صل على النبي كان عند حد، تمام. وهو انا كنت يعني حد كان جايبه وانا اشتريته منه وكنت راكنه عنده، تمام. جاي لما لقيت ريشه كان مقصقص وكده، فانا قلت له انت شريشه لحد ما انا اجي اخده. فطبعا عمل ما جه بعتهولي، طبعا الريش ما كانش لسه كامل يا جماعه في جناحته ولا في اي حاجه. فطبعا لسه قدامه شويه. بس طبعا يا جماعه لونه جميل جدا 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 جدا. طبعا احمر الدم، تمام. طبعا بقى مش معانا الا الفرختين البلد دول اللي بيبيضوا. طبعا اخواتهم في شويه بقى تحت يا جماعه، بس لسه مش هيبيضوا دلوقتي، لسه قدامهم شهرين. والروميه دي يا جماعه قربت تبيض، تمام. الديك ده لسه صغير يا جماعه، لسه مكملش ال5 شهور. طبعا لسه ما بيكركرش خالص يا جماعه. هو كركر كذا بصراحه، كركر كذا مره قدامي، بس دلوقتي ما بقاش يكركر، تمام، زي ما انتم شايفين. طبعا جوز الحمام دول داخلين في فتره قلش، ومش عارف هم مذكوره ولا اناتي ولا نظامهم بالظبط. فعادي. طبعا البطايه دي يا جماعه دي احمر تركي، الله يبارك لصديق ليا، الله يبارك له، الله يبارك له، هو اللي كان جايبها لي. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ويبارك لي فيها يا رب، ويطول لي يا رب في عمرها واكثر ان شاء الله منها. طبعا البطن التانية ليها عندي، التالت بطن ليها. طبعا اول بطن كانت عنده، تاني بطن طلعتها وباتة، تالت بطن دي انا ان شاء الله ان شاء الله هكسر منها ليا. اللهم بارك. كانت مطلع. يا ريت بقى كل اللي يشوف الفيديو يا ريت بالله عليكم تحطوا لي لايك ومتابعة للقناة عشان يوصلكم كل جديد في قناة مملكة محمد وطيور الزينة. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة